لحضرتك ونتكلم عن الشعر يعني وديوان القطة العمياء، ولماذا هذا العنوان القطة العمياء يعني؟ الحقيقة يعني هي بالصدفة البحتة يعني بعد نشر قصيدة القطة العمياء في مجلة ابن عروس، وكان قائم عليها الحقيقة مجموعة جميلة جدا، الأستاذ محمد بغدادي وأستاذ مسعود شومان وأستاذ ماجد يوسف وأستاذ فؤاد قعود الله يرحمه. فيعني كان في عنوان تاني خالص للديوان، بس في أحد الأصدقاء الملحنين يعني كان بيحكي لي على واقعة حصلت معاه، إن هو كان قاعد في القطر ولقى شاعر ماسك ديوان شعر وقاعد يقرأ فيه. فبيتكلموا مع بعض، قال له أنا أعرف واحد اسمه حسام العقدة. قام قال له حسام العقدة القطة العمياء. فيعني حسيت إن العنوان علق مع الناس، فقررت إن أنا أخلي عنوان الديوان القطة العمياء. تمام. أهم قصائد الديوان يا أستاذ حسام من وجهة نظرك؟ يعني هو طبعا أنا استحالة إن أنا يعني كل الأعمال أكيد يعني اللي مبصمة يعني معاك، أو القصيدة اللي أنت يعني بتعتز بيه. ممكن أكون بعتز بيه ماريونيت. تقول إيه بقى ماريونيت؟ شفتوش عروسة خشب هي رايحة وجاية تلعب على المسرح ليا تحكي روايات، وهي ماشية على المسرح ملهاش مطرح، لا عارفة تحزن أو تفرح وفي أنهي ساعات. 5 فتل بيها تتحرك اوعى تغرك، لو شفتها مش هتسرك جواها حاجات، وبرضه ترقص وتغني عنه وعني، وراها بال1000 مغني وبأحلى لغات بتقول، ولكن مش صوتها ولا ضحكتها، لكن تحرك شفتها على دي الأصوات. بس العروسة بتتألم ما بتتكلم، مش راضية ليه بقى تتعلم من كل ما فات. مهما الصوابع تتغير ما بتتغير، ويختاروا لها ما تتخير حتى الحركات، والكل قاعد يتفرج أو بيهرج على قماشها المتسرج. فتلات أحلى الكلام ما نقولهوش، أصله ملوش من قلنا فيه ما يلاحظوش، والثعلب فات. الله. أستاذ حسام، برضو يعني بنقول إن الشعر دايما بيكون انعكاس لوضع ما في المجتمع وظروف معينة في المجتمع. يعني هل حضرتك شايف إن الشعر تغير أو تغيرت أغراضه الشعر العام من وقت لآخر، أو وقتنا ده يعني بيفرض أغراض معينة؟ هو يعني أكيد أي اختراع حتى بيطلع ممكن يغير من شكل الفن. يعني مثلا الكاميرا، اختراع الكاميرا لما طلع غير من الفن التشكيلي. الفن كان مجرد بورتريه، فنان بيقعد يرسم بورتريه شهر، فالكاميرا بقت بتصور، بتاخد اللقطة في دقيقة. فالشكل ده ما عادش مناسب، فبدأ يغير نفسه وراح لحاجة تانية، السريالية والتجريدية وما إلى ذلك. برضو مثلا أدب الرحلات ده كان موجود، أنيس منصور كان له كتب في أدب الرحلات. حاليا مفيش حاجة اسمها أدب الرحلات، لأن أنت بقيت بتشوف البلد اللي هو هيتكلم عنها في الكتاب دي في التلفزيون وعلى النت، وبتعرف كل حاجة عن البلد والشعوب فأحيانا بيبقى في حاجة بتطلع تغير من والتغيير ده من وجهة نظر حضرتك هل ده كان إيجابي ولا سلبي؟ لا يعني هو مش مسألة إيجابي وسلبي، يعني هو الفن بس يعني لازم يروح للحاجة اللي الناس تتقبلها. يعني عفوا مثلا أنا آسف، يعني احنا لما كنا بنسمع مثلا ألف ليلة وليلة بصوت زوزو حمد الحكيم أو زوزو نبيل، لما جه التلفزيون وشفنا محاولات كتير جدا جدا لألف ليلة وليلة، كان الواحد بيسرح بخياله مع الصوت ويطلق لخياله العنان فلما جه التلفزيون وكاختراع أفسد علينا المتعة. أنا قصدي في ده يعني. لا هي طبعا يعني الموضوع اختلف تماما، وحتى الأغنية، يعني الأغنية كانت زمان مبنية على الصورة.
اي شعر تلاقي فيه صوره، في خيال. انما دلوقتي ما عادتش الصوره، لان انت شايف صوره، انت شايف يعني انت شايف بالفعل. الكليب قدامك فيه صوره. فخلاص انت عايز بقى ايه الموضوع ايه والكلمات ايه وكده. صحيح. فالموضوع اختلف. انما طبعا الايام اللي احنا فيها دي والثوره خلت برضو بعض الشعراء اللي كانوا بيقولوا احنا ما عندناش قضيه نكتب فيها بداوا يرجعوا تاني. يعني صحيح. انا قعدت حوالي 10 سنين. يعني ما فيش مثلا هدف شعري مثلا، لا موجود بالظبط. الزخم الثوري ده والمد الثوري ما موجود. يعني في مثلا عمل اتفضل صغير كده بمناسبه حرب الاستنزاف اللي الاستاذ فؤاد كان بيتكلم عنها، ذكرنا بيها الاستاذ فؤاد. في حاجه بتقول اسمها عزيزي الجنيه. عزيزي الجنيه. امسك نفسك يا جنيه، مالك قلقان كده ليه؟ ما بقالك مدة متين، ايه اللي جرالك؟ ايه؟ عديت من الجولة الأولى ببراعة ماهيش معقولة، امسك نفسك في التانية بعدين هنجيب بيك ايه؟ في ايدين في المية الساقعة مستنيين لك وقعة علشان يخطفوا سبوبة من دول فيه 1000 سفيه. عارفين الوضع خطير وانت استحملت كتير، لكن نسند على مين غير بس عليك وعليه. دي بلدنا بجد عظيمة ومفيش ولا حتة سليمة إلا انت بجد نزيه. فاكر في الاستنزاف عمرك ما عرفت تخاف، لا دولار همك ولا يورو، وعدوك دوست عليه. دلوقتي ما عادش رجوع وان ضعت الناس هتجوع، لا هنعرف نعمل ثورة ولا حتى مظاهرة يا بيه. خليك جنب الثوار يكمل بيك المشوار، يا نصير شهداء الثورة فيه 1000 مصاب في عينيه. الله. حضرتك عوزت يعني او اردت تقول ايه من القصيدة؟ انا حاسس فيها ان مزيج ما بين الاقتصاد والسياسه وبدون الجنيه. يعني هو طبعا لازم نقوي الجنيه بالظبط. هو يعني كل حاجه في السياسه في النهايه هي اقتصاد وهي الجنيه. فيعني لو العمله بتاعتنا بالنسبه للعملات اللي احنا بنستورد بيها ضعفت، ده معناه ان احنا الدخل بتاعنا هيقل رغم انه ثابت، يعني رغم انه زي ما هو، فالقيمة بتاعته هتقل. يعني احنا كنا بنشتري مثلا ازازة الزيت ب5 جنيه بقت ب10 جنيه. فانت كده مرتبك اللي كنت بتصرفه على الاكل، ما هو ده التضخم بقى. ايوه بالظبط نسبة التضخم. فهو الجنيه ده اهم حاجة. ده صحيح. فلازم نتكلم عايزين نديله فيتامينز الجنيه ده. بالظبط. ربنا يكرم ان شاء الله واقتصادنا يتعافى باذن الله. احنا يعني عندنا امل كبير ان شاء الله. ونبطل بقى اعتصامات واحتجاجات ووقفات، يعني كفايه بقى يعني. ان شاء الله ربنا ان شاء الله يسهل والامور تمشي على نيران باذن الله. استاذ فؤاد، يعني اسمح لي ارجع لحضرتك تاني وانا